ملعب البريد في الرباط هو واحد من المشاريع الرياضية الكبرى التي تشهدها العاصمة المغربية استعداداً لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025، ويتميز بسعة تصل إلى 18 ألف مقعد وبتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليار سنتيم، مما يعكس حجم الاستثمار والدور الكبير الذي يعول عليه في تعزيز البنية التحتية الرياضية الوطنية. تشهد الأشغال داخل الملعب تقدماً سريعاً وملحوظاً، حيث تم الانتهاء بشكل شبه كامل من تركيب الكراسي في المدرج الأرضي، بينما انطلقت فرق العمل في تجهيز المدرج العلوي بكراسي حديثة بألوان متناسقة ومعايير جودة عالية، مما يبرز الشكل النهائي المرتقب للملعب ويعطي صورة مشرفة عن التهيئة الداخلية لمرافقه. أما بخصوص سقف الملعب، فقد بلغت مراحل التغطية مستوى متقدما جدا، حيث تم تثبيت الهياكل المعدنية في أغلب الجهات، ولم يتبقى سوى جزء بسيط ينتظر إنهاؤه قريبا، الأمر الذي سيساهم في حماية الجمهور واللاعبين من تأثيرات الأحوال الجوية المتغيرة، خاصة خلال فترات المباريات الرسمية. وفيما يتعلق بأرضية الميدان، فقد بدأت الفرق التقنية في وضع الطبقات الأساسية الضرورية قبل انطلاق عملية زرع العشب الطبيعي المعتمد دولياً في الملاعب الكبرى، ومن المرتقب أن يتم الشروع في الزراعة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف ضمان أرضية ذات جودة عالية تواكب متطلبات المنافسات القارية. تسير جميع هذه الأشغال بوتيرة متسارعة تحت إشراف فرق متعددة التخصصات تعمل ليلاً ونهاراً من أجل احترام الآجال المحددة والوفاء بالتزام المغرب تجاه تنظيم بطولة قارية ناجحة. ويظل الهدف الرئيسي هو الانتهاء الكامل من تأهيل الملعب قبل حلول موعد البطولة، ليكون جاهزاً لاستقبال المنتخبات الإفريقية والجماهير في أفضل الظروف الممكنة.